ما هو انا جبت جبت ايه؟ من عند الراجل بتاع اه. كان على اول الشارع بتاع كانوا هناك في لما كانوا هناك رحت انا بقى جبت الحاجات دي من هناك. ورجعت على وجوهم ركبت هناك. بقى الحاجات دي في والناس بتترجم الفكره بقى، الناس الناحيه التانيه فاهم ومترجم والموضوع فاهم مترجم ايه شغال. يابا، احنا بنتكلم يعني فرح فعلا. اسم الحلقه ان شاء الله الكلام على ايه، الكلام عليه. فاحنا هنشوف ايه الكلام خش ماشي انت ازاي. بقى. خش انت. صباح الخير. صباح الخير يا بيه. ازيك يا حاج عامل فوكس؟ ايه يا بيه؟ زي الفل. الاولاد اخبارهم ايه؟ الكلام ماشي ازاي؟ شوف يا سيدي، ماشي على رجله ولا راكب مواصلات؟ الكلام ماشي ازاي؟ الكلام بقى عجيب، يعني ممكن انا زي ما انا عملت كده اجي اتكلم وحد يفهم، بس برضو بقى في كلام ما تقدرش برضو ترد عليه، هو انت كده كده مش فاهم بس ما تقدرش ترد. يعني مثلا ابويا زي بقيه الابهات اللي في الدنيا، اكيد ابوك كلها بتعمل الحوار ده انا عارف. هات البتاع اللي هناك دي. ايه البتاع؟ هات البتاع اللي في البتاع اللي هناك دي. يا نهار ازرق، هو كمان في بتاع؟ ايه ده يا جدعان؟ امسكوا الكلام بقى امسكوا شويه الكلام كده، بقى شويه الكلام كده شوية. عشان امسكوا الكلام شويه كده واربطوه، عشان الكلام بقى رايح في حته غريبه قوي قوي. يعني يقول لك إيه مثلا كلام على موت. كلام على موز، مش الكلام على كلام على موز. موت، هي دي الدعايه السلبيه تمام. اه. يقول لك الاكل ده على موت. العشرة دول الكلام على موز. هو ايه الاكل ده على موت يا ابني؟ طب انا اكله واموت ليه؟ ايه الدعايه الجميله دي؟ مش ده جميلة، ده بلو. ده موت يا صاحبي. طب انا اشتري حاجه بتموت ليه؟ ومطروشات. مطروشات. مطروشات دي حاجة وحشة المفروض. طرش ده كان زمان، كان تعريف كلمة طرش أو أنا اللي أعرفه عن كلمة طرش إن هو ترجيع. ترجيع. فجأة كده جه أشكال صراصير زي ما قلت طالعين من وسط البلاعة. حولوا الطرش الكلمة طرش يا عادي. صاحبي، الحاجة الطرش دي بقت حاجة جميلة. طب ليه بقى الحاجة الطرش بقت حاجة زي جميلة ازاي؟ يا عم إيه، ما هو كده، هو كده بقت حاجة طرش يا صاحبي، حاجة ممنوعات. حاجة ترجيع. لأن كل الممنوع مرغوب، فالحاجة بقت ممنوعات يا صاحبي. بقت طرش فعلا. ما هو كل الممنوع مرغوب بقى. هو بيقول لك أنا عندي الممنوعات اللي أنت عاوزها أهو. ودي يا عم ممنوعات. ممنوعات فعلا هي ممنوعات ما تتلبسش. بتلبس. والله العظيم هتلاقي تركب وهتلاقي حاجات غريبه وهتلاقي جماجم وحاجات بتهاجم وحاجات مريبه كده. حاجات. غير الكلام اللي بيتكتب عليه بقى يا بس الكلام اللي بيتكتب حاجات على التيشيرتات. والله العظيم انا شفت بنطلون الواد ماشي فيه في الشارع مكتوب عليه صاحبي. والله العظيم ماشي بيه في الشارع. بيعمل ده على نفسه. كان في فتره انت التيشيرتات مكتوب عليها ايه ده؟ ايه ليه؟ والله العظيم شفتها في كل حته، شفتها في كل حته. طب ليه الناس دي ماشيين هي بقى هي الناس بقى ما هو فاكر شاف التيشيرت الحاجات طرش. بتبقى ارخص يا باشا الحاجات دي. هو شاف التيشيرت طرش زي ما واحد صاحبه قال له أيوة. طرش، يعني تيشيرت ترجيع يعني من الاخر. بس هو شايف هو على فكره الحاجات دي بتبقى ارخص، فهو مش فارق معاه مكتوب عليها ايه. لا 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 والله ما ارخص، قسما بالله ما ارخص. والافريقي ده شوف اسعار الحاجات الطرش الحاجات اللي هي في والكلام ده بيبقى كده. الحاجات الطرش اللي عند الافريقي بيقول لك عليها طرش، لا حاجات هي نفس الاسعار العاديه، الحاجات اللي ممكن تبقى ايه. ايوه على فكره هو مش رخيص. بالراحه، مش طرش كده على ايوه مش رخيص الحاجات دي. في بقى موضه جديده برضو في ايجيبت. في ايجيبت. يلبسوا بعيدا بقى عن الكارجو والاوفر سايز والحاجات الغريبه اللي كانت بتعمل والحلاقه والكلام ده. لا يلبسوا بنطلون مكتوب عليه من قدام كلمه متطرزه كده. ايه القرف ده؟ تمام. شكله مقرف فشخ. فاهم؟ تحس ان هو يعني ايه، في حاجه غلط. انا ما بحبش كتابات اصلا في اي حاجه. وفي بقى اللي مكتوب على زي نمر العربيه كده كاتب لك على البتاع من ورا. منمر نفسه. بلينا، البنطلون بتاع بلينا يا انا حبيت التيك توك عشان بلينا الصراحه. ايه. لا بس البنطلون برضه مكتوب عليه من ورا كده وبتاع. والبنطلون مكتوب عليه من قدام ودرتر ومش عارف في بادجات بتبقى محطوطه على يا جدعان. كده وده في ايجيبت يا جدعان. ايه الخرا ده؟ والمصحف خرا، حاجه وحشه فشخ. موضه بقى هي بتبقى موضه طلع ايه حاجه ده جديده وكده. في بقى من اسلوب الدعايه بتاعهم بقى ان هم كانت في واحده بتعمل دعايه للتوب، طلعت الموديلز بالتوب بس بس لابسه التوب من فوق ومن تحت على الله. لا يا عم لا. خالص على الهوا. في التلفزيون ده ولا تيك توك؟ ده في التيك توك اكيد. ده انا قلت لا. انت بهزر والله. انتر ابلكاش. انتر ابلكاش. انت ابلكاش خالص دلوقتي.
يعني ايه انتر يعني ايه انتر ابلكيشن؟ ما اعرف. هو استاذ تامر جاد جابها منين انتر ابلكيشن؟ انتر ابلكيشن بقول لك ايه استاذ تامر الجاي. انتر ابلكيشن يا لهوي. وفي بقى الحاجات الجديده بقى، ان الناس بقت تتشبه بحاجات في اللغه بقى. انا الفاجر، انا القادر، انا شويه اقول لك انا ابن شويه عيال اه والله يا نهار ازرق. انا الفاجر، انا القادر. يا عم انت كده بتشتم نفسك يابا. والتاني بيقول لك فرحانين عادي. والتاني اللي بيقول لك انا متسول، بيقول لك انا متسول. حد يديله 10 جنيه ويروحوا يا جدعان بقى، عيب كده. انا متسول. انا متسول يا نهار ازرق. ده دليل على انه خطر، فاهم؟ هو عايز يقول لك يعني ان انا خطر وكده. وخطر هي من التسول. التسول او الفاجر او القادر. هي التسول بقت خطر للدرجه دي؟ انت بتسول يالا. انت في الاخر هو صرصار من ضمن الصراصير. بلعات. البلعات يا لهوي، بلعات فيها للاسف في حاجات كتير يعني. في حاجات في البلعات اكتر من كده بكتير. وفي حاجات بقى في حاجات تانية غير البلعات. حاجات معينه المصريين بوظوها. زي ايه بقى؟ انا راح اجيب التومين. تومين. هو ايه التومين ده؟ تومين صيني ده ولا ايه؟ تومين الدق. التومين وبرطمان وبطرمان. برطمان وبرطمان برضه في حاجات بتحير. برطمان ده بيقولوا عليه مجمع برضه يعني، فاهم؟ جامعينه تفهمش ازاي. انا اول مره اسمع مجمع دي في الدنيا. مجامع، هات المجامع دي بتاعت مجمع سكر، مجمع شاي، مجمع مش عارف ايه. انا اول مره اسمع الكلام ده. بيقولوها برضه في احدى المناطق ده تقريبا كلام جديد في الريفية. الدنيا. ايش بمناسبه بقى الكلمات اللي اتغيرت، ايه الكلام تاني اللي اتغير؟ برضو رقاق ورقاق. رقاق ورقاق. في ناس تقول رقاق وناس هو تقول رقاق. تشكيل يعني الموضوع نفس الكتابه يعني، الموضوع مش مستاهل في لا رقاق ورقاق. بس بقى هي في بقى تفحصوا في اللغه وبوظوها خالص. زي ما بيقول لك جروبوكس. الجروبوكس ايه الجروبوكس ده؟ هي الجير بوكس بس هو جير بوكس. هو زي التروسيكل كده، كان اصلها المفروض تريو سايكل او 3 سايكلز، اللي هو التريو دي مش ثلاثي. بس هم ايه عملوها في عربوها مصروها. حلوه الكلام ده. في حاجات تانية برضو زي كده. في حاجه بقى الكلابه. انت تسمعها تحس ان في كلاب في الموضوع، بس في الاخر زي الكماشه بالظبط. كلابه. اسمها ايه؟ في بقى كلام هو اصلا كان انجليزي بس احنا اضفنا اليه نكهه مصريه. لازم حطينا ايه في اخر الكلمه. زي اسطمبه. هي اصلها ستامب جامد حاجه. الابلكاشه. حطينا هي المفروض ابلكيشن يعني سطح او بتاع كده، حاجه مسطحه. وفي برضو البالونه. هي اصلا بالون. بالونه. لازم نحط الهي في اخر الكلام. لازم طبعا. والقلاجه من إليجنت. القلاطه من إليت. يعني صفوة الشريف. ده كلام جديد في الدنيا. الوجه على تلف. الوجه على تلف. كلام طرش يا صاحبي. الكلام طرش يا اسطى. وهو اصلا بيبقى موانس مع اخصام موانس معاهم او موارث. اسكندرانيه الكلمه دي يعني هو يا موارث يا موانس، حاجه كده في في الكلام الجميل. موانس معاهم يعني ما اعرفش. مونس معاهم يعني مؤلف عليهم. والله انا اعرف اقول لك، نعرف اقول ان يعني موانس او موارث، الله اعلم يعني. ولو حد عارف يبقى يكتب في الكومنتات ولا يعمل في اي حته، في اي حاجه على الحيطه كده. روح على الحيطه اكتبها. كتير. مش بقول لك ولا انا على وش خصمي واستعبط وكتبت اسمي بدمه على الحيطه، واستعبط وكتب اسمه بدمه على الحيطه. كومنتات على الحيطه. ده كابونجا. لا ده ما اعرف، مش عارف تاني. لا هو واحد من ضمن الكائنات. هو كائن من ضمن الكائنات اللي تتعيش وتتعايش على اليوتيوب يعني. فاهم اللي هو انا ما بسمعش الحاجات دي الحمد لله. لا يا ابني، ده الحاجات دي والله اقول لك على حاجه، بتكتسب لغه ايه يا باهر اللي اكتسبها بتكتسب لغه ايه اللي اكتسبها؟ في استعارات مكنيه كمان. استعارات مكنيه يعني انا كنت فاكر مثلا ان في مهرجان كده بيقول لك وبتعارك معاهم بمنديل فاضي. انا كنت بقى فاكر ان المعنى في بطن الشاعر، فاهم؟ ان الشاعر ايه منديل فاضي ده؟ الشاعر ملهلب كده وعنده وحي. ويقول لك ان ليه المنديل الفاضي ان هو مثلا بيتعارك وما نزلش ولا نقطه دم والمنديل بتاعه ابيض. لا، طلعت منديل فاضي ليه تقريبا حته جلده
متعصف كبريت عشان لما تنزل عليك تعلم ما تطلعش مدى الحياه. يعني هو طلعت سلاح. طلع سلاح اصلا. دلوقتي انت عشان تخش تسمع مهرجان، لازم يبقى معاك شهاده دكتور صيدلي، لازم تبقى صيدلي عشان صيدلي؟ تخش تسمع. اشمعنى؟ الراجل بيقول لك الفرقه بتعمل كونتاكت، تشغل يا اسطى الكونفانتين، دي ادويه دي كلها فوق. حنه ومخلوطه كتامين. ايه يا جدعان، ايه الادويه دي كلها؟ ادويه. هو في إيه؟ كلها ادويه. ما الكلمات الاغاني كلها كده باين. المهرجانات، في مهرجانات كلها بتبقى طالعه من نفس الحته، اللي هو صيدليه، في صيدليات فتحت في مهرجان فخلاص هي بيقول لك فوق لي اللي واكل ابتريل، فاهم؟ ايدي على وشك هترن، المسكنات دي كلها. ايدي على وشك هترن، حاجه زي كده. انتوا بتقولوا ايه يا جدعان؟ وليه فتحتوا الصيدليه دي كلها في الموضوع؟ وده كله بيناقش وبيكلم اخصامه. يا باشا المهرجانات مليانه الصيدليات، تخش يا اسطى انت داخل الصيدليه فعلا نقي بقى فوق. وتشوف مش عارف ايه، ومين بيضرب ايه ومين بيضرب ايه ومين بيضرب كوكتيل. عاملين لك كوكتيل مخدرات جوه المهرجان كده، وكوكتيل يعرفك يعني. هو دخلوك السجن معاهم، دخلوك السجن معاهم فعلا. بجد انت اتسجنت مع بتوع المهرجانات دول يا اسطى. انت هو بيتكلم اخصامه وقعد في السجن برضه زنزانه والتاني بتاع اللي هو كان بيجيب مرشدين ايه يا عم انت مالك؟ ويجدد له 45. انت دخلت حجزت معاهم. انت انا قاعد معاهم في نفس الحته. وفي يا جدعان. والفكره بقى اللي انا بشوف بقى كمان ان في بنات من بتاعت ايجيبت على التيك توك هي اللي بتعمل للمهرجانات دي قيمه، بتطلع ترند وكده وتطلع. انا دبابه بمشي مع الناس، ما تجيش مع مجرم يا دي بنت كده شبه هالاند. شبه هالاند والله على التيك توك، اسمها تقريبا ريم هالندا. برضه بتشهر في المهرجانات دي. يا جدعان عيب والله، ده مش كلام. ليه ما تجيش مع مجرم يلبس وانا دبابه بمشي على الناس ليه؟ وليه انت دبابه؟ كان في حد قال لي برضه على راسه دبابه قبل كده، مش فاكر مين. كلها بقى ليها اخصام، كلها بقى ليها اعداء. بس الكزبره على الطلاق كله بيكذب. عسل قوي. هيبقى كزبره شرح مجال المهرجانات فعلا، كلها بقى ليها اقسام، كلها بتندب وكلها بتعمل نفس الكونتنت. كلها بتتخانق مع خصمها. هو برضه بيجدد في كلام، بيجيب كلام جديد. لما كان طالع مع الواد بيقول له ده بتجبلن في البق ولا بتجلبن في البق؟ بتجلبن يعني ايه؟ مش عارف. انا عاوز اعرف ايه جلبانه دي جايه من المعجم. جلبانه دي جايه من الجلبه مثلا، يبقى الجلبه بتاعت الحنفيه، فهي بتبقى كيلو بنانا بريد عيش كده بالموز، فده بيقول له لا ده بتجلبن في البق يا اسطى. ومش ما هو معناها كده يا صاحبي. جلبانه دي جايه من الجلبه بتاعت الحنفيه تقريبا، ان هي حاجه جلد ناشفه، فهو بتبقى ناشفه في البق الجلد. ما اعرفش هل هي بقى هو مش عارف. هل هو اعتبرها هنساله فيه هل هو اعتبرها البانه ولا لا، ولا ايه اللي حصل فيها؟ يلا. هو منين اصلا؟ ايه منين؟ من العباسيه. كزبره عباسيه. اوعى اوعى من العباسيه. منطقه عاديه. العباسيه مشهوره بحاجه يعني، بس هو إيه؟ عادي. لا ما هو مطرشم بس برضه. اكيد في ناس. هو مطرشم يا اسطى. مطرشم فعلا. هو طرشه صح. مطرشم يا اسطى وعامل بلاوي فعلا. فاهم. ربنا يوفقه يعني، هو لسه شاب صغير كويس يعني. في بقى كلمات ممكن تكون شايفها انت بقى جديده او غريبه في منطقتك، الناس عاديه اللي معترفه بالكلمه دي عندكم بس، ولا حاجه زي كده؟ في المنطقه زي في منطقتك مثلا، في الحته دي مثلا زي مثلا دي التمنايه، هنا بيقولوا الزوكي، هنا بيقولوا مشروع. ما دي على المواصلات هتلاقي في كل منطقه في اختلاف. احنا عندنا هنا سوزوكي، يركب سوزوكي على هي التمنيه بتاعت اسكندريه. ما هي بيسموها هنا ما اسمهاش بقى، هي اسمها سوزوكي. طب واليابان المفروض تعمل لنا شكر في المفروض اليابان تعمل لنا شكر. عارف بقى في البلدان التانية وسائل مواصلات مختلفة. أنا ركبت مواصلات يا نهار أزرق، أنا ركبت جميع أنواع المواصلات المتاحة في الدنيا. زي إيه مثلا؟ لا أنا ركبت أوتوبيس، أنا ركبت مراكب مواصلات. أيوه أنا ركبت حمير وجمال المواصلات عادي. كمواصلات مش كرحلة. ايوه مواصلات. ايوه اكيد. بس في البلدان بقى يعني، في البلدان اللي حواليك عربيات الربع نقل معموله في بيعملوا مواصلات كده كانك داخل في البوكس، بس بيقفلوها. ايوه عندنا بوكس اصلا، قاعد في البوكس كده وانت بتتزاول هو ده بوكس ولا دي مواصله ولا انتوا بتعملوا ايه؟ هو شبه البوكس فعلا. وفي بلدان بقى فيها لسه، في بلد كده مش فاكر فين بالظبط، العربيات بتاعتها العربيات الملك فاروق.
لسه لحد دلوقتي شغاله كده. شفت فيلم شعبان تحت الصفر؟ اه هو العربيه اللي كان أيوة، مزنوق في فيها الأول. دي شغاله لغايه دلوقتي، والميكانيكيه الوحيدين على مستوى الجمهوريه هم اللي في المنطقه دي اللي أيوة، بيعملوا أيوة. العربيه دي. عندهم الصنعه دي محافظين عليها من زمان. عندهم الصنعه دي احلى. انت عارف احلى حاجه عندنا ايه بقى؟ امم ان مفيش تكاتك. ده ياه. لا في غير شويه. لا بعيد بعيد، ما بالك- ينفعش ينزلوا عندنا. مش جوه. ايوه ما ينفعش ينزلوا احنا عندنا. العاصمه. تكاتك. تكاتك ايه؟ تكاتك يا نهار ازرق على بهدله التكاتك وسنين انا في مره. على فكره بتعمل لها شكل جديد دلوقتي حلو. يا حبيبي انا ركبت في اسبوع قبل كده ب 500 جنيه تكاتك. هو زي الموتوسيكل يا باشا، هو موتوسيكل بس في 3 رجول يعني. 500 جنيه تكاتك في اسبوع. ليه 500 جنيه تكاتك؟ اكل العيش مر يا زميلي. اكل العيش مر. السيل زمان ده. اه طب انت عندك ايه تاني كلام مختلف في المنطقه مثلا؟ أو في إيه تاني؟ كلمات في كلمات في المنطقه مختلفه زي كلمه وهي مثلا. وايه بيقولوها على ايه مثلا؟ وهي وايه الدهب وايه عامله ايه دلوقتي؟ ما هو كل حاجه هي تعتبر وزن. تمام. ليه اما اروح اجيب بجنيه عيش، تقول له حط له 5 وقات. 5 وقات؟ هو في العيش بقى في وزن كمان وايه بس؟ لا ما انا ما اعرفش الوزن في العيش. 5 وقات دي يعني تقريبا. طب اديها كام رغيف؟ 5 ترغيف. اديها هو 5 الجنيه رغيف. الجنيه بيجيب الجنيه مش عارف والله مش فاكر لسه الجنيه كان بيجيب 20. الجنيه 20. يعني 4 وقات مش 5. امال 5 دي جنيه وربع. يعني الدهب كام؟ مش فاهم. ده ايه ده عيش. لا 5. انت رحت فين؟ اداها تعالى ما تروحش. مش الدهب، بقول لك اداها بكام؟ جنيه. اعطاها بكام؟ جنيه. يعني دافع الجنيه يا ريته 5 وقات. انا اللي دافع الجنيه، انا اللي بشتري بفديها، فبقول لها بجنيه، قالت لي الواد 4 وقات او 5 وقات. مش فاكر بالظبط كام وقعه، بس المفروض ان ده طالع عيش. ده سيما بينهم هي لو هي شغاله في الفرن. عدوا السفن. هي شغاله في الفرن جوه. هي واحده من اللي شغالين في الفرن، مش واحده رايحه تشتري. لا شغاله في البنك. هي شغاله في الفرن من ضمن اللي شغالين، مش كنت رايح وقفت على الاي تي ام اسحب عيش. انا قصدي ان هي شغاله من اللي شغالين، مش واحده بتشتري. انت بتحكي عن واحده. يا نهار ازرق. انا مفكر ان هي واحده بتشتري قدامك وانت بتتكلم عليها، مش ان انت رايح تشتري منها. طب دي وقعه دي بتكلم الولد نفسه، فبتقول له سيم. سيم ما بينهم. طيب مش زي واحد ميكي ماوس، واحد محمد صلاح. واحد محمد صلاح ويصلحه. اوقية الذهب هي دي اصلا. محلات الكشري ماشي فيها ايه وقعه برضه؟ لا محلات الكشري فيها الاوسخ. ايه؟ فيها ميكي ماوس، فيها محمد صلاح، فيها ورده، فيها خالي ورد. سيم بيسموها ما بينهم وبين بعض. فيها الغاز، فيها معادلات حسابيه والغاز. واحده صغير. واحد لدرجه ان هم يعني سموا الكشري لدرجه ان هم ما بقوش لاقيين اسماء بقى بيسموا اي حاجه. واحد زملكاوي. واحد اهلاوي. واحد محمد صلاح. فاهم؟ الكشري بقى ايه بقى له اسامي. نسيم ويقول لك خالي ورد ومش عارف ايه وزياده بيلي ولا ما تفهمش هم انتوا عايزين ايه يا هو سيم ما بينهم بيتعمل عشان خاطر انا عاوز كشري بصل زياده وفي ايه. ما هو في اسماء يا اسطى عشان تبقى فاهم، في المحلات بيسموا اسماء كبيره، فالصناعيه مع بعض لما هم يتكلموا بالاسم المفروض ان هم يتكلموا باسم الحاجه اللي في المنيو او الحاجه اللي في المحل. يعني لو انت بتعمل البراند بتاعك فانت لازم تتكلم باسم المحل، بس مش يسموا سيم ما بينهم. لا ما بينهم حاليا حاجه مش موجوده اصلا. بيبيعوا ايه حاليا بقى؟ محلات الحلو وده في الدقاير مدلعه والمتشتكه مدلعه ايه يا اسطى؟ بقول لك عمل واحد امباليه. امباليه؟ دول فرقعين في الشكمان ورا. الامباليه دي كانت اغنيه بقت في الاكل كمان. عمل واحد امباليه وعملوا اشطوزه. مش اشطوزه. لا اشطوزه. ومش عارف عملوا طعميه بالبيستاشيو. جرين برجر. بالبيستاشيو. لا طعميه بيستاشيو بقى، ويعني فاهم دلعت طعميه. ايه ده يا جدعان اللي انتوا بتعملوه ده؟ دلع. ما كلها الحاجه كده دخلت في بعضها، كله بقى يسيح على بعض والدنيا هتبقى صلصه. المحلات برضو هم بيعملوا سيم ما بينهم، هو سيم ما بينهم عشان خاطر يبقى اسهل لهم في النطق، ان هم لو في ضغط شغل وكلام من ده بيبقى اسهل لهم في التعامل يعني. في بعض الحالات زي كده، بس ما افتكرش منها كتير يعني. فاهم؟ بقطع الحته دي. لا ايه تاني بقطع الحته مش هتقطع. ايه تاني؟ فاضيه. سيبها عادي والله فاضيه. اللغات بقى، مش اللغات بقى، في حاجه اسمها اللهجات. اللكنات. اللهجات اللي جايه من لكنه الشخص. اللهجات عموما يعني، حتى في اللغه العربيه مثلا البطيخ. اللهجات غير اللكنات. البطيخ هنا في مصر اسمه بطيخ.
مش عارف في السعوديه تقريبا اسمه حبحب. حبحب. اه هو له كذا اسم في كل دوله والمغرب اسمه دلاح او دلاع، بس هو اساسه بطيخ. بقى هو بطيخ اساسه بطيخ. اللب اسمه فوسفوس. فوسفوس ده فين؟ طب ما هي اسهل بذمتك انت كبني ادم، اسهل لك حرفين لم وب، لم ولا فوسفوس؟ لب. ليه فوسفوس؟ تسالي ليه اللب بقى اسمه فوسفوس؟ مفسفسين او ده دولتين اللي بيفسفسين. تقريبا دول الخليج هي اللي بتقول فوسفوس دي. تمام. مش فاكر، معرفش مش فاكر مين بالظبط، او عشان ما نسيبهاش لحد ويطلع لحد تمام. تاني، بس هم بيقولوها فوسفوس. وبرضه بيقولوا البطيخ حبحب، او بيقولوا المغرب هي اللي بتقول دلاح او دلاع. دلاحه ودلاع. البطيخ برضه. حاجات كده غريبه. تمام. بس بقى في اللغات بقى العربيه بقى كمان غير البطيخ بقى وغير الفوسفوس وغير الكلام ده، الشيشه اسمها نرجيله. نرجيله اصلا دي اسمها نرجيله، بس في اليمن اسمها مداعه. مداعه في اليمن. والله اسمها مداعه. حلوه يعني. برضه المقشه. مقشه او مكنسه. في الجزائر بيقولوا تقريبا اسمها بالي. بالي. وسبيركه في تونس. سبيركه. يعني ايه سبيركه؟ بس هي سبيركه. برايه. البرايه اسمها برايه تقريبا في كل حته. البرايه اللي بنبني اقلام رصاص اسمها في العراق بقى ايه؟ المقطاطه. مقطاطه. يعني ايه مقطاطه؟ يدلعوها. وليه مقطاطه يا اسطى؟ دي القطه في الطبيعي بيبقى دي القطه. لو لغه عربيه يبقى اسمه الزنب. ليه في تونس اسمه ليه قله الادب؟ هي تونس وبرضه عريس يعني في تونس. أيوة. الكلام كلها عنده داخل في قله الادب. أيوة. مش جاي سليم يعني. في حاجات في الدول العربيه برضو فيها اتاحه عندنا لا، في حاجات لا، زي الاردن بيشكروا عادي. عادي الاردن واحا عادي. فاهم؟ بيقرحوا كتير يعني. انا كنت اتفرج ما هي اني حقا اعترض، ما انت فاهم. ما هي نفس الفكره كتير وبيعترض عادي. والشخير ده عادي. أيوة. هو اصلا يعني الشخير ما هو تشبه بالخنازير مش تمام. بس ما فيش حاجه تقول لك ان واد زمان بقى يقول لك يا لو شخرتي انت كده نجست بقك 40 يوم. مش عارف ايه يا عم وانا اشرب خمره؟ وفي ايه يابا؟ كان بيقولوا ساعات كده. كان في اساطير كده بتتقال على الشتايم زمان. أيوة. برضه دي حاجه حلوه انك تبعدك عن الشتايم وتبعدك انك تبقى شكلك خنزير. انت اكيد في النهايه مش عايز تكون خنزير برضه. اكيد شكلك في النهايه مش انت عاوز تبقى خنزير يعني. كده عاوز تبقى بني ادم متحضر ومتطور. صح. مدرستي جميله وحره متطوره. تمام. الاسامي كمان بتختلف كمان بالدول. مش الفواكه بس، برضه اكيد فيها يعني حبيبي انت بقول لك اهو ده اختلاف في الدول. حبيبي في مثلا دول بيبقى اللهجه جوه. ممكن الناس مثلا زي عندنا، مش زي عندنا بقى. هقول لك هو مثال ابعد شويه من عندنا. المغرب الامازيغ ما حدش يفهمهم. لغه مختلفه اكيد. ما حدش يفهمهم. الامازيغ ممكن يفهمك انت كعربي، انت عمرك ما هتفهمه. فاهم؟ وفي امازيغ هنا في مصر. في امازيغ في مصر. في امازيغ في مصر. تحت واحد سيوه كان اليوتيوبر اسمه كريم السيد كان جايبهم. تحت في واحد سيوه امازيغ بيتكلموا برضه، بس مش الامازيغ اللي هو يعني بتاع انما بقى هنا في مصر مثلا تعالى اختلاف الدوله الواحده كلها بتقول ايه. كلها بقى عندنا في لهجات كتير. ايوه كلها بقى ليها كلها هنا بتعجن اللهجات يابا. يعني في لهجه كده جميله تحس ان اللي بيتكلمها بيتقاولب. لمين ده بقى؟ قالوا لي مش اخرج بره البلد. مش اخرج، لا مش اخرج انت بطه مش عاوزه تخرجي بره البلد. الشرقيه. مامي هتضربك يا قطه. الشرقيه فرخه مش ايه ولا ايه؟ لا مش ايه لا. والجيم بقى كفر صجر. الجيم بدل القاف فبتقلب في حاجات غريبه كده. سجف وحاجات بيبقى متعودين عليها. زي اللي بيقول شمس بيقولوا على الشمس سمس او كده. سمس بيبقى متعودين عليها برضه. بقول لك العادات يعني. بقول لك ايه. انا كنت مره قاعد حداكوا فين؟ على اول الغيط في البلد. كنت قاعد كده تحت شجره السفندي، وفي العصريه الشمس كانت بتغرب. حلو. في العصريه كده الشمس كانت بتغرب، وقطفت بقى من شجره السفندي موزه. وقعدت اكلها.
مفيش سفان دي خدت موز فجالنا واحد حدانا كده من على اول البلد، جه من عند الصيدليه كده، مشي جنب الترعه وعدى الكسر وجالي. حلو. ايه الترعه دي؟ الترعي لا دي انت كده بورسعيد دي. باظ عادي. لا هو لا حكمه، انا كنت بتكلم كده بس انا بهس. عادي. لا في بقى في مش هو انا اكتشفت ان مش بورسعيد بس لوحدها اللي هي بتنط في الكلام. مش محافظة بورسعيد بس اللي لا ده كل ده في حتت كتيره قوي بتنط في مناطق الكلام. برضه سواحلية من نفس لا ومش سواحليه، يعني المنصوره سواحليه. المنصورة. دمياط سواحلي ماشي، منصورة. انما المنصوره سواحليه بيمطوا في الكلام مط. مش كلهم على فكرة. لا انا كنت قاعد انا والولا حمو. لا حمو ده اسكندراني. كنا قاعدين على القهوه، احلى مثال. فالواد الولا محمد قاعد هناك، تعالوا نقعد معاه. لا فالولا قاعد معايا وكل شويه عمال يرمي كلاه. لا الواد تسلم الذوق، لازم يحطها. تسلم الذوق، القهوه مر. نزل لي كوبايه قهوه قسما بالله طعمها فيروسول. والله القهوه كانت طعمها فيروسول. ممكن كان بيرش حاجه جوه ولا حاجه، فالقهوه طرفت. حاجه في منتهى الشت. والله العظيم قهوه يلا فاهم. كان شربتها ايه؟ شربتها كروديا. شربتها كروديا ودفعت فلوس مش تهدي يعني مش مهم. لا وبرضه دمياط برضه بتعمل نفس الحوارات دي، بتتكلم ولا سيوده حبيب ابو السيء. سيء ولا اشرف لفتي ومش عارف ايه جيف. جيف يعني جثه، جيف يعني معفن. اللغه العربيه يعني جثه ولا معفن؟ الجيفه يعني معفن، الجيفه معفنه يعني جثه معفنه. ابوها خلي بالك من الكلام. لا بس على الكلام عشان عايزين ننام. لا انا ما بننامش. مش عايزين ننام. احنا ما بننامش ولا بناكل كرانش عشان مقاطعه. فالدنيا هناك بتبقى جميله وكلها سهلبسه بالصلصه، غير بقى يعني الاسكندرانيه يعني كفايه المهرجانات. يعني المهرجانات دي وضحت لك كتير في المهرجانات يا نهار. بس هي حاجه بتتسمع برضه يا بيري. هو وبرضه حوارات اسكندريه اتحلبت، اللي هي الجبنه الرومي دي طلع لها تركي ومش عارف وايوه لا مفيش خرجت تاني. اتحرق خلاص بقى فاهم. في بقى عاوز حاجه انا اتكلم فيها اهم من الكلام ده، في تطور للغه. اللغه اللي هي العربيه بتاعتنا، اللغه الدارجه قبل كده، اللغه العاميه. لا اللغه العاديه خالص. قبل كده كانت الحاجه مثلا كان الواد ده روش جدا. بعد كده الواد ده روش طحن وروش طرش. بعد كده دلوقتي بعد كده الواد ده روش فتق. كان في فتره كده الناس بتفتق فيها فاهم. وبعد كده الواد ده روش. حضرتش انا فات ايه ده كنت في حته تجربه اسمها بقى. وبعد كده الواد ده روش فشخ، وفشخ بقت معتاده. دلوقتي. ليه بقى انت قلنا للشتيمه وبقيت دي جابت ليه دخلت دي يعني؟ ليه؟ وليه برضو انا عاوز اعرف ليه الارقام تحولت. الارقام تحولت ازاي يعني؟ مش الارقام تحولت لاعضاء بشريه. احدهم على الهواء. احدهم على الهواء. اعضاء بشريه. ليه الارقام تحولت لاعضاء بشريه؟ ليه بقت يعمل عليها بقى ايه تيت. كان كابتن مش عارف ايه على الهواء طلع قال لك مش عارف ايه. لا خالد الغندور لما قال لي ايه كده خلاص. ما في كتير ما انت جباولو ما انت ما حدش بيظبط نفسه على الهواء. ليه يا عم؟ كان مره ثلاثي اضواء المسرح كانوا بيبدلوا افلام سخينه، مقاطع سخينه بلوتوث على الهواء. ثلاثي اضواء المسرح مين؟ الثلاثه ضيف احمد وسمير. لا يا ضيف احمد مين يابا يا اسطى؟ مش اسمه ضيف احمد ولا ايه؟ لا بتاع زمان اسمه كده ميزو ومجدي وزوما. مين ميزو ومجدي وزوما؟ ميزو ومجدي وزوما كانوا بيبدلوا فيلم البرازيليه. ده فيلم ايه يا اسطى على الهوا؟ كابتن ميزو. خلاص افتكرت الزهايمر بتاع الواحد. بس حته برازيلي. ايوه بتعملوا على الهوا يا ولادي. الناس بقى من
من كتر الكلام بقى عبيط. الناس تحس ان حواسها كمان اتبدلت مع الكلام اللي بيتبدل. بقى يبدل بقى يسمع طلبات. الفيلم، بقى يسمع الفيلم ويشوف الاغنيه. فاز بقى خلاص دماغه سرفلت. اليمين جه شمال والشمال جه يمين، بقى يسمع الفيلم يسمع الفيلم يشوف الاغنيه. ويشوف الاغنيه. يا لهوي. ودول بني ادمين دول على فكره، ده مجموعه كبيره من بس تبقى من تعود حواليك. برضه. لا طب تعود ايه بس؟ تشتغل ايه؟ هو متعود على الكلمه، فاهم يعني؟ هو متعود تعال نسمع تعال نسمع. هو انت عبيط يا اسطى ولا ايه؟ هو انت مش شايف ولا ايه؟ انت طباش. عشان من ايام الراديو زمان كان كله يسمع فما حضرش يشوف دي. تعال نشوف حاجه، تعال نشوف التلفزيون او هو ما حضرش راديو ايه يا اسطى؟ هو جاي من جيل زمان، فاهم؟ جيل زمان ايه يا اسطى؟ جيل زمان ايه يا اسطى؟ ايوه يعني بس جيل زمان كان كله سمع بس يا باشا ايام الراديو، ما كانش فيه برضه ما هو جيل دلوقتي بقى اوسخ من جيل زمان. التليفونات الحاجات بتاعت الاخ زياد زازا في الاغنيه كيف كتب جا 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 جا. بابا انت بتقول ايه يا ابني؟ كيف كتبتها؟ باشا انا ما شفتش، باشا انا ما قلتش، باشا انا ما اعرفش، باشا انا ما ده اغنيه كده، باشا انا ما شفتش والله، هو تقريبا بيتفتش. باشا انا ما اعرفش، باشا هم اللي قالوا لي البنك ده مش بتاعي، ما اعرفش حاجه والله مش ولا يا باشا غريب. انا ما شفتش حاجه وما اعرفش حاجه. لا ده اغنيه الفنان زياد زازا، باشا انا ما شفتش. اسمها كده اسمه ما اعرفش، مش فاكر اسمها ايه، بس هو بيقول كده في الليركس يعني. ده الليركس كله كده، باشا انا ما اعرفش، باشا انا ما انت انا جيت هنا انا غريب، انا مش من هنا، حاجه معينه يعني. انا اجنبي، انا مش من هنا، انا مش شديه. الفكره ان المفروض الكلمات دي الاغاني دي تبقى هو كاتبها صح، دي كلماته اكيد هو صح. تاني حد كاتبها له. انتصار تاني. لا عيب افرزه. بس يعني عاوزين برضو نشوف كلام تاني. واللي بيحول ثواني بس بمناسبه عفرزه، في اللي بيحول اخر الكلمه زي يقول لك على المسدس يقول لك مسدس، بيحول الكلام المسدس ده لحن، ده في نحله لسعته في لسانه ده، ولا مسدس زود، فاهم؟ لا انا الناس اللي بتبدل السين بالشين دي سمس والحاجات سمسيه وزنز دينزو. انا دخلت مره واحد صاحبي كنا بنجيب بنطلون، فالراجل اللي واقف هناك غريب مريب، فبقول له بنطلون دينزو ولا دبردين؟ دينزو ولا دبردين؟ هاتوا دبردين زي مستر بلجيكا. دينزو ولا دبردين؟ بلجيكا جايب منين يا ابا؟ ايه دينز دي؟ دينزو ولا دبردين؟ مش عارف كان ماتش مين كان بيقول لك بلجيكا. بلجيكا فين ده كان مجدي عبد الغني برضه تقريبا، هو كان حد برضه من اللي بيعلقوا دول، بس بلجيكا بس الزنز والبنطلون الزنز المشكله انت بتتفرج على حاجات كتير من كده يا باهر، لسانك هيتعود على الحاجات دي. لو اتفرجت على حاجات كده، انا بتفرج على الجديد برضه هيتعود عليها، ده اسوأ بقى. انت بتفرج على الجديد منه الطرش اللي طرقع منه طرش ولا زياد زازا وفليكس الفقدان وحسين والكائنات ماشي، بس انا مش عايزه يبقى دايما فاهم يعني، ما حطوش ما سيفش الكلام ده ان انا دايما اسمع، ما سيفش يعني انا اسمعه فور فن مره واحده بس مش كل شويه. لا ما سيفش الكلام ماشي، بس برضو احاول اتعرف على اللغات ماشي. انا بقول لك ماشي يعني اللغات ايوه انا عارف الناس دي بتقول الفلافيل الصغننه، نفهم الكلام ده برضو. اصلا انا مش هبقى موفق معلش، انا عاوز افهم برضو انت بتقول ايه الفلافيل الصغننه دي، ايه الكلام داير عليها؟ انت ابنك هيشوف الكلام ده ويسمع الكلام ده، هيجي له قدامه في التليفون، فانت تقول له لازم يكون فاهم هو بيسمع ايه. فاهم؟ تخش انت واحد حجوز يقول لك انا اتكلم على رجاله اتكلم على رجاله. لا بس هما برضو بيستخدموا مصطلحات جديده ومصطلحات غريبه وبيدخلوا انجليزي كتير قوي في الكلام. طبعا مش كل الشباب انجليزي، هو تلاقيش انجليزي، لان بص الشباب حاليا منقسمين لحاجتين، يا ناس بتتكلم انجليش زي بتاع امريكا امريكان وعايشين في حته تانية خالص، ده كويس يا صاحبي. والتاني مفيش الدنيا في جبلون خالص، طلعت الزرع وقعت تحت الميه والسمك بيكركر وانا قاعد بغرغر والدنيا في الجوافه
الدنيا فانية وحشه. فانية، فاهم؟ سبحان الله. وفي بقى القنوات التانية انجلش بقى ومش عارف ايه وديتنج والحاجات كده بنت كلب وحفلات خبط والدنيا في ربنا الرابع يوفقهم. منه. والتكنو والهاوس والدنيا بقت غريبة. ده برضو هيعمل فارق انك طب ما هو ده مش هيفهم الكلام ده، بس في حاجة بس بقول لك هيكون اهو، قدامه يعني شايف. الكلام ده وصل لده. ما هو ده نتيجة التيك توك والسوشيال وانتشار ميديا. السوشيال ميديا. ان هي ربطت ده بده. في ناس بقى عاوزه تعيش في الماضي، ما عندهاش الكلام ده، يقعد يتفرج لك على فيديوهات طبخ فاهم؟ هو يعيش مع ام خالد في شوربه العدس والفسيخ كل يوم فسيخ، كل يوم فسيخ، على فكره ما هو تعليمي برضه يا مفيش رنجه، مفيش رنجه لا. كفايه فسيخ يا ولاد. كل شويه فسيخ 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 في ايه؟ اه فيها زفاره وتقعد زي الثانيه اللي كانت بتطبخ سمك في في اوضه النوم. في اوضه النوم. مش فاكر اسمها ايه. ماشي، تقريبا اسمها ايه ده؟ ايه دي؟ نور، حاجه زي كده. في اوضه النوم كانت بتقلي السمك، بتنام في نفس المكان. بتنام في نفس المكان. يا هي نهار بتحب أزرق. تبقى متبله زيت وليمون كده وهي داخله السرير، تبل نفسها وهي داخله السرير فعلا. دي تفرش السرير بقدونس عشان يشد الدهون وتنام على البقدونس. لا غلط. ليه يا عم غلط ليه؟ ما هو بقدونس صحي. لا دول حلو مع الكفته مش حلو مع مش مع السمك كمان. كل خيار وليمون عشان شط كده عشان تحلي الاجواء. ايه ده؟ لا لا نايم لا, المطبخ. ده ما ينفعش يطلع بيه الكلام ده. ايه ده؟ بتقول ايه؟ لا سمك في اوضه النوم. لا بتشوي بص- سمك في بص- اوضه النوم. ما هو بتشوي سمك في اوضه النوم. الفكره برضو مش في كده، ده مش كلام غريب، ده في تصرف غريب. ماشي. هنروح لحلقه التصرفات دي في حته ثانيه ان شاء الله. تصرفات غريبه. ما لا ما هو حالات المحتويات دي انا انما الكلام هو ذات نفسه الكلام بتاعهم اللي بقى غريب، وبقى يستعملوا مصطلحات بقى. في زرار لعين كده في التيك توك فوق اللي هو زر اللايف، يستعملوا مصطلحات خليجي. يا جدعان انتم مصريين يا جدعان بقى كفايه بقى يعني. هو يدي فلوس ده يقعد يتنطط، هو يدي فلوس ده يقعد يتنطط، هو يدي فلوس ده يقعد يتنطط. بيحييه ما هو يا عبيط يا عبيط، القرد مش هيبطل تنطيط طول ما فيه فلوس. هتخلص فلوسك القرد هيبطل تنطيط. للاسف ب 30,000 تنطيط ايه؟ تنقيط. واحنا في بركب له الجلده يا عم بقى. بقول لك للاسف ب 30,000. سمعت للاسف ب 30,000. مش مهتم يعني. بص برضه في الاخر اتاريهم بيتنططوا فعلا على اسد جامد. بحس ان دي زي فلوس الرقصات كده. ايوه فعلا بينقطها فلوس نكسه. فلوس نكسه فعلا. فاهم؟ اشكال طبعا يعني بس مش كله يعني. انا ليه يا عم؟ انت عندك السويسي اهو. السويسي مش عاوز يطلع لايفات والناس عماله تتحايل عليه ويطلع لايف وهندعمك ومش عارف ايه. لا والله ابدا ما انا طالع لايفات مش عايز هو يطلع وكذا وكذا وكذا. بني ادم بيفهم. انما في ناس تانية بتهين نفسها فعلا عشان الجنيه. فاهم؟ الفكره مش في كده، الفكره في الكلام اللي هم بقوا يتكلموه. احنا في حلقه الكلام ما تسرحش مني. ما كل شويه تسرح كده واجيبك، كل شويه تسرح واجيبك. مش هتعمر معاي. ابراهيم دياز، كابتن ابراهيم دياز. كابتن ابراهيم دياز. ابراهيم دياز عائله دياز الكرويه. ده عائله دياز دي يا لهوي. هو قديمه في لا مش قديمه. هم كل واحد من حته. واحد من البرتغال وواحد مش عارف من كولومبيا وواحد من واحد من كولومبيا، واحد من البرتغال، وواحد من المغرب او اسبانيا. هو ابراهيم دياز ده من المغرب المفروض. فاهم؟ عائله دياز الكرويه تقدم زي عائله فوفانا كده. عائله فوفانا الكرويه مش موضوعنا بس خلاص عشان ما نطلعش بره الموضوع. ما هو اسامي هنا وكلام. ما هو فوفانا. لا ده اسمه ما قالوش حاجه فيها. اللي هي يا عم الاهلي بيتعاقد مع محمود الزنفولي. الزنفولي بجد والله اتعاقدوا مع الزنفولي. الزنفولي ده حاله المرضى. الزنفولي عشان هو متصاب. ما هو اتعاقدوا مع الزنفولي 6 شهور. ده المفروض يعني كده ضيعوا ابو جبل. ابو جبل تاني مره يحصل في نفس الموضوع. انت ما تحرمش يا ابني. جاباسكي برضه بيختاروا اسماء عشان اسم فني واسم ينفع في كل حاجه. بس زنفولي دي اكيد مش مقصود ده. لا اكيد ده اسم عيله مثلا. في واد كان طالع على تيك توك بيقول لك انا اسمي عبد القادر عبد الوهاب، هسمي ابني عبد الوهاب.
وعبد الوهاب يسمي عبد القادر عشان عشان تبقى عبد يفضلوا القادر عبد سلسلة- الوهاب سلسلة. عبد القادر عبد الوهاب عبد القادر عبد الوهاب. شفت؟ هو اسمه، هو الواد اصلا اسمه عبد القادر عبد الوهاب عبد القادر عبد الوهاب. يقول لك يعني انا ليه كطفل صغير اكتب هذه المجموعه من الحروف في اسمي. هيجي واحد بقى في العيله ان شاء الله يغير. لا لا لا، ما هو هيوصي عياله وعيال عياله ويوصوا بقيه ما العيله. عندوش اخوات. ما هو لما يبقى يجي اخ التاني بقى يسموه حاجه تانية، طب ما هو سهله. يسموه مطوع مثلا، أو يسموه اي حاجه، يسموه بنداري. بنداري عمالك يا بقى هجيب بنداري ان شاء الله. ان شاء الله. بنداري بالصلصه. بنداري بالصلصه. المهم نرجع لموضوعنا. في كلام ايه تاني؟ مش عارف. انا والله لو اعرف اقول لك. عارف بقى انت البنات اللي بتتكلم كده، كده لازم لسه- تكون كده. لسه جايه من الجيم ومش عارف لسه جايه من ايه، انا مش عارف اقلدهم. كده. ايوه هي بتتكلم كده. في حته طالعه. كانت مش عارف مع مين فين طب ليه؟ طب ليه؟ لا انت كده قلبت علي ربيع يا اسطى. ليه لا كده ليه؟ استنى شوي. لا بقى في بنات بتتمثل كده جامد. طب ليه الخنفان ده؟ بكره نفس الفكره بتاعت عمتش وخالتي، انا بكره دول برضه بنفس الطريقه كده. طب ليه الخنفان دي؟ هي كده أنا بعد- هي كده تتميز، هي كده مميزه عن الاخرين. بتعرف لازم لا في رجاله بقى بتتكلم كاتش، لا ده كده والله تلاقي الراجل بيتكلم كاتش. هو ما دخلوش على التعليم دول عشان الناس دي ما اتعلمتش. فاهم؟ طب ليه هو طالع كده؟ ليه ليش هو كاتش، لازم يكون واكل؟ ما هو بيتكلموا كاتش. انا هو كل الكلام بقى. يعني رحت لازم لعمتي، يميز في كنت رحت لعمتي تيجي النهار. تشكيل النهار. كنت بستلف منها كيلو حمص. كيلو ما الحمص بقى ما ينفعش احط فيه شيء، هتبقى حمص. حمص. لا كده انا بقيت كويتش. ده كويتش. حبش بالزاف كده بقى مش حاجه ثالثه. بتعرف لازم 4 فرخات ودجاجه وما حدش فاهم حاجه. نجم مش فاكر مين. النجم عباسط كاكوت. كان في اغنيه اصلا عباس حموده بيقول الناس كلامها عجب، الناس قلوبها ذهب. كلامها عجب. عجيب انت، غريب اسمها ناس. انت، مريب انت. الواحد محمد رشدي. ماشي. الاغنيه اللي انت بتقولها دي لمحمد رشدي الله يرحمه. اديها اوترو. نقفل بقى. مهما كان الكلام خليك راجل تمام، واغسل سنانك قبل ما تنام. مع انك سلاح. سلاح.